السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم بخير؟ هانيين، نتمنى تكونوا كلكم بخير على خير في احسن الاحوال ان شاء الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد، اقتراحات جديده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم البنات هاد الكرواسات كيف ما كتشوفوا بخليط واحد. غادي نديروا كرواسه حلوه ومالحه، وغادي ندير معكم واحد الكساعه ديال الكسكسو. كيف ما كتعرفوا دابا ما شاء الله رحنا وصلنا لنصف رمضان. الله يكمل ما باقي على خير وبخير يا ربي. الله يجعله مغفره للذنوب، والله يسر لكل واحد ما كيتمنى، والله يحقق لكل واحد ما كيتمنى في خاطره ان شاء الله. عندنا اول حاجه نبداو البنات، غادي نبداو بالكسكسو ديالنا. غادي ناخذ داك الدجاج ديالي هو الاول غنشر منه بما ان كاين الوقت، ويعني انا كسكسو بغاوه ليا العشاء والفطور ان شاء الله. غادي ندير فيه غير دوك الكريبسات كيف ما كتشوفوا، شي حاجه اللي باقا من الفطور البارح، يعني بدقه دقه كيف ما كنقولوا نخدموا شويه بشويه علينا اليوم. ايوا صافي غادي ناخذ ديك الدجيجه ديالي البنات وغادي نبدا نشر منها. هنا بغيت نركز بزاف على كسكسو. كنبغي نشكركم بعدا بزاف 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 على الفيديو ديال الكسكسو اللي كنت حطيته، ما شاء الله يعني جاوني فيه تعليقات بزاف اللي هما زوينين. الحمد لله، اللهم لك الحمد يعني، وفيه مشاهده ما شاء الله اللي طالعه، اللهم لك الحمد. وكاينين بنات اللي دخلوا عندي وقالوا لي اختي انا اول مره كنديرو ودرناه بالطريقه ديالك ونجح لينا، وهذا الشيء الحمد لله شي حاجه اللي كتفرحني وشي حاجه اللي كتشرفني. وكيف ما كنقول لكم ديما هذا هو المغزى الاول والاخر من هذه القناه، انها تبقى رحمه الوالدين وتبقى ليا صدقه جاريه ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني بغيت اي وحده جربت شي حاجه من الوصفات ديالي وصدقات لها، بغيتها تقول الله يرحم الوالدين قبل كل حاجه. وهذا هو اللي كاين. غير كنبغي نركز على حاجه البنات، هو الله يجازيكم بخير لما تبعوا الفيديو. راه قسما بالله الفيديو كنعطي فيه كلشي، يعني ما كنحاول ادق التفاصيل نطرق لهم باش اي وحده كانت اول مره غدير الحاجه وجربتها تصدق ليها. اما تبارك الله اللي ما شاء الله كدير الحاجه وكتنجح معها، راه ما غاديش نوريها انا، وما غتسنيش انا حتى نوريها. كيف ما كنقولوا ديما هاد القنوات راه كيبقاو فقط للتذكير وفقط كنوريو بعضياتنا ونتعلموا من بعضياتنا وصافي. وكاينين بنات اللي ما شاء الله راه اول مره يديروا الحاجه وكيبغيو انهم يقلبوا ويشوفوا، وكتكون تقدر تطيح في قناتي اول مره، اذا خصني ضروري نطرق ليها لكلشي. كسكسو البنات، انا غنركز دابا البنات اللي بغات يلاه ديروا اول مره كسكسو. اختي ديما شرمني الدجاج ولا اللحم ديالك، كتاخدي الدجاج كنديروا ليه معلقه ديال السكينجبير، شويه الخرقوم العود اللي بزار ومليحه والسمن وشويه ديال الضامه هكا، وشرملي داك الدجاج ديالك مزيان، تدخل لك فيه شرمونه. الله يجعلك تكوني دايره غير فخيد، شي غير فخيد واحد ديال الدجاج، شرمليه وقوميه وحطيه وخليه يتشرب ديك الاقامه. بالنسبه للبصله، انا هنا غادي ندير واحد البصيله هكا صغيره، غادي ناخذها غير شلطها هكا بالموس، قطعتها طريفات صغارين وغادي نديرها في الوسط ديال ديك الدجاجه. وهذه كتبقى اختياريه، بغيتو ديروها بغيتوش ديروها عندكم اختيار. انا كتعجبني هاد البصيله اللي كتكون الوسط ديال الدجاج وكتجي شويه مبنه من الحار، يا سلام. ولا كانت واحد القبيطه ديال القزبر ومعدنوس ديروها معنا، ما عنديش ما درتوش. ديروا ديك ربيطه القزبر الوسط، ما حد داك الدجاج كيطيب وكيتبنن وكيتلذذ، وما نقولش لكم كيجي. وكيف ما قلت لكم الا كان الوقت شرملوه هكا على اتساع، ما كانش الوقت ماشي مشكل، شرمليه نيشان ومباشره بدي طيبيه. غير هو ما تشرملوش في البرمه، ديروا ديما هكا تيتشرمل عاد ديريه في البرمه وقاديه. صافي انا شرملت هكا الدجاجه ديالي، غادي نجمعها ونحطها ونخليها، يعني بديت بها هي الاولى في الصباح. صافي منين وصلت الوقيته باش غنصبو كسكسو، هنا بديت معكم. هنا البنات خديت البصيله ديالي ودرتها هكا في الهاشوار. اللي اول مره بغات دير كسكسو ننصحك اختي ما تقطعيش البصله شرائح، اما حكيها اما دوزيها في الهاشوار هكاك باش كتجي المريقه ديالك خاطره وزوينه. يعني بالنسبه اللي كطيب كسكسو ما كتجيش المرقه خاطره. اول مره اما حكي البصله اما هكا دوزيها في الهاشوار، كتعطي واحد الختوريه اللي خطيره في المرقه. بالنسبه للمرقه ديال الكسكسو كتبغي العطريه، ما نتقرموش البنات في العطريه، اعطيوها العطريه مزيان باش يجي الكسكسو ديالكم بنين وزوين. شتوني في الاول درت العطريه، ومني كنعاود ندير الدجاج ديالي في البرمه لان غنمرق، وإلا درت غير ديك العطريه الاولى راه غيبسال. كنعاود نزيد نفس العطريه اللي درت، كنزيد شويه الملح ما كنكثرش لان كنكون ملحته في الاول مزيان، كنزيد السكينجبير كنزيد الخرقوم العود، وكنعاود نزيد واحد شويه من الطويمه وكنشعل عليه يتجمر. منين كيتجمر في الاول ما كنكون دايره معاه لا زيت لا والو، كنديه ونجيبو شويه في ديك البصيله، من بعد عاد كنضيف ليه الزيت. منين كنضيف ليه الزيت البنات وكنعاود نشحر واحد شويه كنمرق عليه. وهذه نصيحه الثانيه، حاولوا من الاول ديروا المرقه الكافيه ديالكم. هذاك زيد الماء زيد الماء زيد الماء هو اللي كيبسل داك الكسكسو ديالك. من الاول نعطيه الماء الكافي اللي غيطيب فيه. غطيت على داك الدجاج ديالي، باقي ما درت معاه لا خضره لا والو، خليته كيطيب. هنا غندوز للسميده. انا كسكس ديالي كندير السميده البنات، كيعجبني ديال السميده. كناخذ داك السميده ديالي كنفتلها شويه بين يديا غير بمية هكا، كنبقى ندير ديك السميده هكا بين يدي ونجيبها كيف ما كتشوفوا بهذه العمليه هكا. من بعد كناخذوا داك الغربال ديالنا السيار، ضروري ندوزو. علاش؟ باش الا كنت فوت ليها شويه الماء اولا شي حاجه وكتكون
يعني بحال شي وحيدات كيوليو غلاضين ولا هذا كتهبط ليا ديك السميده كيف ما كنقولوا مفرزه ومقاده، يعني هكا كنحكها بيديا. يعني ضروري من هاد العمليه ديال الغربال اولا ديال هاد السيار اللي كندوزو فيه السميده ديالنا. صافي من بعد كندير ليه مليحه وزويته وكنديرو ايفور. السميده ديالنا كنفوروها 3 ديال خاصها تفور مزيان ديك السميده، يعني على الاقل واحد 10 ديال الدقائق وديك السميده ديالنا كتفور. صافي هنا مباشره البنات غادي ندير السميده ديالي تفور وباقي ما درت لا خضره لا والو. بالنسبه اللي كتبغي داك الدجاج ديالها يجيها مجمر بلا ما تحمرو في الفران ما والو، ملي كديري هنا الدجاج يطيب اختي خليه يطيب مزيان. من مور ما غنحيد انا هاد الفوره الاولى ديال السميده ديالي غادي ناخذ واحد الزليفه من ديك المرقه، غير زليفه صغيره هكا كتنقصوا واحد الزليفه من ديك المرقه ديال الدجاج قبل ما تضيفوا لا خضره لا حتى شي حاجه. ديك المريقه اللي كتنقصوا منها في الاول هي اللي كتجمروا بها ديك الدجاج ديالكم. لقيتها اللي كتبغيو تسقيوه، يعني لقيتها كتبغي تحطي ديك الكسكسو ديالك في عوض ما تدخلي الدجاج ديالك للفران، خدي من هاد الوقيته هادي شويه صافي وجمري بها ديك الدجاج. كديري هكا في مقيله ولا شي قويميله كتزيدي معاه شويه السمن وكتبقاي دي فيه وتجيبيه حتى كيتجمر كياخذ الويل اللي هو زوين. السميده ديالي بعد ما فارت الفران الاولى راه حيدتها درتها في القصيه البنات وحليتها بالماء وخليتها. وغندوز هنا باش غنصايب شويه ديال التفايه، غير واحد شويه كطلباتني جيهان وقلت ما فيها باس غندير لك واحد شويه، يعني غير واحد جوج بصيلات تقريبا درت هنا وزدت معاهم واحد جوج ديال الخضاريه وصافي. كناخذ البصيله ديالي. بالنسبه للكسكسو ديال التفايه راه فايته حتى هو مشاركه معكم البنات وبالتفصيل ممل. خديت البصيله خديت حتى هي منها واحد شويه من ديك المرقه ديال الدجاج وضفت عليها بلا ما ندير فيها لا ما لا والو. وكندير الرقامه ديالي كلها اللي درت في الدجاج، شويه الابزار شويه السكينجبير ما نكثروش الابزار، شويه الخرقوم، كندير معلقه القرفه، شويه من الضويمه ديال الزعفران، وكندير معلقه هكا صغيره ديال السمن. وإلا عندكم عويدات القرفه حتى هما ضيفوهم صافي. وكندير زبيته وكنسد عليها الطيب على النار كتكون ميته، يعني كنقتل عليها البوطه وكنخليها طيب. بالنسبه للزيت تقدروا ديروا زيت رومي وزيت بلديه اللي بغيتو ديروه. صافي وغنسد عليها ونخليها طيب. هنا شفتوا كنسد في القرعيه الطحيه والطايه. ايوا صافي نخلي الكسكسو ديالي البنات دابا يطيب، من بعد غادي نضيف الخضيره ديالي وصافي ونكملوا الطياب ديالو عادي. هنا غادي ندوزو للكرواسه ديالنا. بالنسبه لهاد الكرواسه البنات غادي نحتاجوا ليها 800 غرام ديال الدقيق، كندير معاه واحد المعلقه كبيره ديال الخميره، كندير معاه واحد القبيصه الملح، يعني ماشي قبيصه يعني شويه الملح هكا اللي غتملح ليا، وكندير هكا معلقه كبيره اولا جوج معالق كبارين ديال سنيده، وكندير معاهم بيضه كامله، وكندير واحد المعلقه كبيره ديال الخل صافي. وكندير خميره وحده الحلوه وكنعجن عادي بما بارد. كان الحال سخون ديروا ما بارد، كان الحال اللي هو بارد ديروا شويه الماء يكون دافي صافي. وجمعي العجينه ديالك عاديه. بالنسبه للعجينه ديال الكرواسه خليوها شويه كتلصق في اليد. انا هنا ما غنقطعش معاكم الفيديو باش غتشوفوا العجينه، يعني بقيت كنعجن وانا كنصور، يعني ما نقصتش المراحل، يعني كتعجنوا عادي بحال كتعجنوا الخبز ديالكم، غير العجينه كتكون شويه كتلصق في اليد. صافي كنبقى كنجمع وكنضيف العجينه ديالي. هاد الكرواسه البنات كتجي غزاله، كتجي زوينه صراحه وكتخرج ما شاء الله، يعني تبارك الله راه خرجت واحد الكميه اللي هي كثيره. يعني وانا هاد العجين هذا فرقته درت نص اللي هو حلو ونص درتو هكا مالح. جات البنات زوينه، جربوها اللي باقي ما دارتهاش غير تجربها البنات راها كتجي واعره. وشي حاجه اللي زوينه وديال الدار واقتصاديه وعارفين شنو صايبين وعاطين لوليداتنا، يعني شي حاجه اللي زوينه. صافي هنا كنجمع العجينه ديالي والماء ما دير، يعني ما تكثروش الماء من الاول، بشوي بشوي انت كتضيفي الماء وانت كتجمعي، ما كتحتاجش معاك الدليكه ولا خصك تبقاي تدلكيها نهائيا. يعني انا درتها غير في البول هكا وكنخدم، ما درتها لا في قصريه لا فالو، غير هكا وكنجمع وكندير الطحين او عفوا كندير الماء حتى جمعت هكا العجينه ديالي مزيان ودخل فيها ديك المياه ديالها كامله. بالنسبه انا العجينه هنا ديالي غادي نضيف لها واحد جوج معالق كبار ديال الزبده. انا الزبده نسيت ما جبتها حتى الاخر، درتها غير فوق المقراج هكا باش تطلق ليا شويه، لكن باقا قاصحه. ما بغيتيش ديري الزبده ديري نص كاس ديال الزيت، ولكن ديريه في الاول مع الخليط من الاول ملي تكوني كتعجني. بغيتي ديري الزبده انا كتعجبني الصراحه الكرواسه ملي كتكون فيها الزبده كتكون كطيب كتعطي واحد الريحه يا سلام. ما نقولش لكم البنات انا هنا درت زبده حيوانيه بالضبط البنات، خذوا 5 دراهم ديال الزبده كافياكم. ما بغيتيش ديري الزبده ديال البواطه اللي عندك خدي منها جوج معلقات وعجني بها. هنا غادي ندير الخليط اللي غادي نورق به هاد الكرواسه ديالنا. عندي جوج معلقات كبار ديال الزبده ذوبتهم، درت معاهم واحد جوج معالق ديال النشا، وهذا الخليط هذا هو اللي غادي نخدم به الكرواسه ديالي. العجينه ديال الكرواسه ضروري نغطيوها ونخليوها ترتاح. من بعد ما دخلت فيها ديك الزبده البنات دخلت فيها الزبده ودلكتها مزيان، يعني حتى دخلت ليها فيها ديك الزبده غطيتها وخليتها كتخمر. خليوها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها كيف ما شفتوا هنا هكا باش كتجيكم ديك الكرواسه خفيفه وما تجيكمش مدقصه. يعني الا زربتوا عليها في الخميره ما غتعطيكمش النتيجه اللي نتوما بغيتوا. حاولوا تعطيوها الوقت في الخميره مزيان باش كتجيكم زوينه. صافي من بعد ما خمرات ليا ديك العجينه البنات كناخذ العجينه ديالي وكنقسمها على جوج، حيت قلت لكم غندير نص حلو ونص مالح.
وكندير ديما استعانه ديال شويه ديال الدقيق لان العجينه كتلصق. وما تكثروش الدقيق باش ما تقصحش معكم العجينه. قد ما بقات العجينه مرخيه قد ما كتجيكم ديك الكرواسه ديالكم زوينه. صافي هنا غناخذ هكا العجينه ديالي وكنقسمها على 3. انا هنا درت الميزان حيت عارفين اختكم شويه ماشي تلهي مع هذا الشيء، غادي ندير شي كبير وشي صغير، وانا خاصني محتاجه تجيني كل وحده قد اختها. من الاحسن ديروا الميزان. ما عندكم شو كنتي شاده عبارك في يديك ديري عبارك في يديك، كل كويره قسمتها على 3 الكويرات. صافي وكنحطهم هنا يعني موجد حدايا كلشي محطوط. صافي وكندوز مباشره باش كنخدموا كرواسه ديالنا. يعني في هذه المرحله ما كنخليوش مازال تزيد ترتاح، مباشره خدموها راه كتعطيكم الطوع لان العجينه تبارك الله غزاله والعجينه مرخيه زوينين ماشي العجينه اللي قاصحه. كندير هكا باستعانه المدلك، كنحاول انني نطلقها ونحافظ على الشكل ديالها باش تبقى ليا دائريه، وكنطلقها غير واحد شويه. بالنسبه لهاد 3 الكريسات، كل 3 الكريسات غادي نخرج منهم كريسه وحده اولا خبيزه وحده، يعني وحده غتكون فوق من وحده. وها نتوما غتشوفوا الطريقه البنات. كنحاول هكا نطلقها غير شوي. فهاد المرحله ديال الاولى ما غاديش نكرسها بزاف، انا حاجتي باغي نطلقها واحد شويه وصافي. من بعد ما كنطلقها كنحطها وكندوز عاوتاني للثانيه وكنطلقها بنفس الطريقه. كنخدم بالمدلك وفي نفس الوقت كنعاون بيديا وكنحاول نحافظ على داك الشكل اللي تبقى ليا هكا فيه دائريه. وبالنسبه للثانيه اللي غنطلقها ضروري حتى تكون نفس القياس ديال الاولى. يعني هادشي علاش في الاول قلت لكم البنات حاولوا تجيبوهم في عبار واحد، باش هنا في هذه العمليه ما كتجيكش وحده كبيره وحده صغيره، ولا انت كتطلقيو هذيك كبيره هكا كتجيبيهم كاملين قياس واحد. هنا من بعد ما كنطلقها صافي وكنجيبها في القياس ديال الاخرى اللي طلقت في النوبه الاولى. كنجيب داك الخليط اللي ذوبنا ديال ديك الزبده مذوبه وخلطنا معاها النشا، وكندهن ديك الكريسه ديالي اللي طلقت. كناخذ غير هكا واحد البغوصه وكندهن بها. ني تبارك الله هاد الخليط هذا راه كفاني وبقى ليا منه، والله الا راه بقى البنات. كنحاول ناخذ منها وكندهن ديك الخبيزه كلها كامله بديك الزبيده وديك النشا، كتجي فيها واحد التوريقه غزاله وزوينه. وصافي وكندير عليها هكا الاخرى. كنحاول هكا نساويها بيديا نقادها غير كنقادها ونحطها ثاني، وغادي نمشي لديك الثالثه نطلقها بنفس العمليه حتى هي كنطلقها حتى هي وكتجي قد دوك الجوج اللي طلقت، وغادي نديرها فوق منهم. هنا بعد ما طلقتهم كنجيب ديك الزبده عاوتاني والنشا وكنديرها هكا من الفوق، ولكن ديك اللي غتكون الفوق كاع ما كيكون مدهونه ما والو. هانتوما غتشوفوا كلشي في الفيديو. صافي دهني هكا اختي بالزبده وديك النشا، ومن بعد حطي عليها الاخرى اللي طلقتي. صافي كنحطها هكا على جنب وكندوز لدوك 3 الكويرات اللي بقاو لي وكندير ليهم حتى هما نفس الطريقه ونفس العمليه اللي خدمت بها هادو. يعني نتوما كتشوفوا غادي نحط هكا عليها. صافي غادي نحطهم هكا بثلاثه كيجيوني على شكل كريسه وحده اولا خبيزه وحده. صافي وهنا كيجيوني مساويين كيشتو، ما كتجي لا وحده كبر من وحده، هكا كتجيك العمليه مزيانه. هنا غنبقى مستمره حتى نكملهم كاملين دوك الكريسات اللي بقاو، وكتكون النتيجه هي هذه. يعني كل وحده كيكونوا فيها 3. ودابا غنبدا نطلقهم مباشره. يعني العجينه راها مطلوقه البنات، راه ما كتعذبكمش نهائيا والله العظيم. الا واحد النشوه وانت كتطلقيها العجينه اللي زوينه، الخدمه ديالها غزاله البنات، غير جربوها زوينه طريقه الخدمه ديالها والنتيجه ديالها اروع. هنا كنطلق هكا بيدي ومن بعد كنكمل بالاستعانه ديال المدلك. وضروري مره كندير هكا شويه ديال الدقيق من التحت لان العجينه عندي مطلوقه. صافي غير باش ما تلصقش ليا، وكنقادها بيدي. ديما نحاولوا نحتفظوا على داك الشكل هكاك الدائري ديالنا باش كتجينا هكا ديك الخبيزه مقاده ولا ديك الكريسه ديالنا كتجي مقاده. هنا كتاخذوا اما موس اما هذا ديال البيتزا وكنقطعوا به. كنحاول نقسم ديك الكريسه ديالي هكا على نص، من بعد كنعاود نقسمها على 4، وكنعاود ثاني كل مثلث تما كنعاود نقسمو على 2، وكنعاود نرجع كل مثلث ثاني كنعاود تقسم. يعني العمليه راه مفهومه بالصوره خير ما نشرحها انا. صافي ملي كنقسمهم هكا كاملين كنحاول نجيبهم نفس القياس، وهكا كلشي جدو صغير وشي جدو كبير المهم ماشي مشكل. من بعد ما قسمتها كلها بهذا الشكل هذا كنجيب داك الشكلاط ديال الكرواسه اللي عندنا وكنديروا الوسط. هاد اللي غنديرهم حلوين، درت ليهم هكا الشكلاط الوسط. تقدروا ديروا نتوما اللي بغيتو، ديروا كريمه، ديروا اللي بغيتو. انا درت هاد الكرواسات باسهل حاجه ممكن تخدميها اختي، ساهله ماهله، ماش نقول لك ما غتخسري فيها والو، والله ما غتخسروا فيها شي حاجه البنات. كيجيو اقتصاديين زوينين وديال تحميره الوجه، وكتعطيو تبارك الله كميه اللي هي كثيره. صافي هنا كندير هكا كناخذ كنقسم كندير واحد كنقسم هكا من الاول كيف ما كتشوفوا العجينه وكنلوبي. الا ما تجمعتش لكم العجينه في الاخر كديروا شويه الماء. انا الماء درتو غير في هاد الاولين، من بعد بقيت كاع كندير الماء لان صافي كنسدها. ومنين كنحطو كرواسه كنحطوها على ديك الجهه اللي حنا سدينا فيها.
يعني داك الرويس كيف ما كتشوفوا القدام ملي كندير هكا، ها نتوما كندير داك الشوكولاط وكنجمع داك الرويس بحال كنعاود شويه نرقو بيديا صافي، وكنجمع العجينه ديالي وكنكمل حتى كنسالي هاد الكرواسه ديالي اولا هاد الشرائح ديال العجينه كامله. كنمشي بنفس الطريقه سهله البنات، يعني تخدميها بسرعه وكتخدميها كيف قلت لك وانتيا فرحانه وزوينه، لان فعلا النتيجه ديالها كتجي زوينه، وحتى الخدمه ديالها ماشي ديك العجينه اللي كتعذب. صافي كنبقى مستمره هكا حتى غنكملهم كاملين. هنا من بعد ما كملتهم كاملين كناخذ لاطه ديالي كنكون دهنها هكا بزويته وكنحط فيها هكا ديك الكرواسات ديالي كنستفهم، كيجيو زوينين البنات. هنا بالنسبه للحلوين البنات خرجوا لي 16 حبه، وحتى المالحين خرجت منهم تما 16 حبه، يعني ما شاء الله راه عطات 32 حبه وتبارك الله، يعني ب 800 غرام ديال الدقيق وجوج معالق الزبده خدمتي هاد البركه راه ما شاء الله. صافي الكويره الثانيه هي اللي غنخدم بها الملح، نفس الطريقه هي خديتها هي طلقتها بالمدلك وكنحاولها كنقسمها. هذه هي غنخدمها بساهله، غناخذ غير شويه الفرماج، عندي هكا الفرماج حكه مع شويه ديال الفرماج الاحمر والفرماج ديال الموتزاريلا، غناخذ منه شويه وهو باش غادي نعمر. كيف ما قلت لكم اسهل حاجه ديروها البنات، اللي بغات دير اي عماره هنا ديرها، اللي بغات طيبهم حتى يطيبوا عاد تعمرهم، اللي كيبقى لك الاختيار ديري اللي عجبك. انا هنا كنحاول نقلب على السهل البنات، نكذب عليكم جيبوا السهل عينا من داك الطيب وشحر، وهذه بغينا شي حاجه اللي سهله وزوينه. وجاو هادو الفرماج جا واعرين البنات، يعني كتعرفوا الوليدات كيحماقوا على الشكلاط وكتعجبهم الحلاوه، عجبوهم الحلوين، ولكن منين ذاقوا هادو حمقوهم، يعني جاو شي حاجه اللي زوينه. وصافي غنمشي نكمل بنفس الطريقه اللي خدمت بها الاولين حتى هما غنخدم بها هادو. كنكمل هكا كنلوي وكنجمع العجينه ديالي، وفي الاخر ضروري ديك الرويس اللي كيبقى كتعجينه كنقرصو. هنا تنادم معايا الحال كنت غادي نطيبهم في فران الغاز، شويه نقول غندخلهم للفران ديال الدخير. صافي حيدتهم هكا من لاطه ودرتهم هنا. في هذه المرحله الثانيه البنات راه دغيا كيخمروا معاكم، يعني ما كياخذوش المده الخميره بزاف دغيا. يعني انا ما جيت فين نصايب دوك الحلوين كيف ما كتشوفوا، حطيتهم ودزت كنصايب هاد الملحين لقيتهم خمروا، يعني مباشره درت عليهم غير هاد الزويف خفيف كيف كتشوفوا. دهنتهم بواحد البيضه ودرت معاه واحد شويه الحليب صافي، وغندخلهم للفران. الفران اللي كيكون سخون. بالنسبه للملحين درت ليهم كرشيت لهم واحد شويه الزرارع كانوا عندي، من بعد ما خرجوا درت ليهم كرشيشه ديال الفرماج، وهادو درت ليهم هكا دهنتهم شويه ناباج ودرت ليهم شويه لوز ايفيلي من الفوق. وصافي وهكا تكون الوصفه ديالنا الكرواسه هي هذه. جاوا البنات واعرين، جاوا واعرين البنات والله العظيم. جربوهم اللي باقا ما دارتهمش باقا ما دارت والو الفطور نوضي جربيهم، راه كيجيو خطيرين البنات، كيجيو زوينين الحلوين والمالحين. عمرهم باللي بغيتو، اي حشوه درتو فيهم من الداخل راه كتجي زوينه. وش غنقول لكم، شي حاجه ديال الدار، يعني كتعرفي راسك شنو مصيبه وشنو عاطي الوليدات، وحنا كنعرفوا الوليدات كيحماقوا على هاد الكرواسه، وحتى حنا الكبار صراحه يعني حتى حنا تيعجبونا. وصافي وكنهودو هما الوصفه. هنا غنحلهم معكم باش غتشوفوهم البنات، لا هاد الحلوين ولا المالحين. بالنسبه لهادو ديال الشوكولاته البنات جاو زوينين، وحتى ديال الفرماج البنات جاو زوينين. هانتوما شوفوا اش كيجيو رطبين، كتجي فيهم واحد التعليكه خطيره البنات، يعني كيجيو معلكين وفنين. شوفوا معايا يعني كيجيو رطبين وغزالين. وبالنسبه لهادو ديال الفرماج حتى هما تيجيو واعرين. هانتوما شوفوا تعليقات الفرماج كيفاش كتجي شي حاجه اللي زوينه، وكيف ما شفتوا عمرتهم غير بالفرماج بوحدو وجاو زوينين. نتوما ديروا اللي عندكم اختي، واللي متوفر عندك ديريه. ايوا صافي كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال الكرواسه. دابا غادي ندوزو للكسيكسو ديالنا غادي نسقيوه. صافي من بعد ما كملت ليه الفوره، من بعد ما حيدت الفوره الاولى البنات راني ضفت الخضره خليتها كطيب. من بعد صافي التفايه ديالي حتى هي راه طابت، عسلتها وقاديتها. وصافي وكندوزو هنا البصيله ديالي اولا التفاير كنخليها حتى كتطلق الزيت ديالها، وكيولي فيه داك اللويل اللي هو زوين، يعني عطيوها الخاطر ونقصوا عليها البوطه وخليوها تجمر باش تجي فهاد اللوينه. ما كتعجبنيش صراحه ديك التفايه اللي كتجي بيضه، الا ما كانتش التفايه هكا راه ما كتجيش زوينه. من بعد ملي كطيب البصله وكنحل عليها راه كنضيف عليها شويه السكر والقرفه وكنخليها تعسل. هنا كنسكي القصريه ديالي وكنسكي حتى الطبيصيل حدايا ديال يونس اختي نعست في الليل ما تعشاش معنا، وقال لي الصباح بغيت تجيبيه ديال المدرسه انا وصحابي. ايوا حكمت عليا المحكمه ما كاين مشكل. صافي الوليدات حتى هما ديزا فيهم، سقيت لهم داك الطبيصيل تما وحنا درنا هكا القصريه ديالنا. وصافي وكان هذا هو الطبق ديال الكسكسو. جا البنات زوين، يعني ما غنشكروش لكم، جا غزال. شوفوا معايا الدجاج قبل ما ننسى، يعني غير بديك المريقه اللي نقصت راني جمرته في المقله حتى كياخذ داك الويل المذهب وزوين. وصافي تيكون هذا هو هذه عشيه ديالنا وهذه قصريتنا. جات شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه اللي ساهله كيف كنقولوا ديما واقتصاديه. اللي بقات معايا حتى لهنا ما تنسينيش اختي من التعليق ديالك الزوين بحالك، وما تنسينيش من اللايك. شكرا لكم بزاف، شكرا حسن المتابعه ديالكم. الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.